السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. هو الاهلي ممكن ينسحب من الدوري الافريقي الجديد؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم اعزائي متابعي ابراهيم المنيسي. بره ملف التحكيم وبمناسبه افريقيا، اثير كلام كتير حوالين، يمكن اكتر من واحد بعت من الاتحاد الافريقي بعد مباراه السوبر، الاهلي ليه ما يرميش كرسي في الكلوب وينسحب من الدوري الافريقي البطوله الجديده، وانه الاهلي صاحب القيم التسويقيه العاليه، وان الاهلي لو مشي من اي فرح يطفيه ولو ساب اي حاجه تنتهي، وكانه الكلام سهل يا جماعه. اول حاجه، ده كلام يخلق راي عام سلبي ضد الفريق ويهز ثقه اللعيبه وتركيزها، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، الانسحاب مساله مش مكلفه، مضلعه جدا، وهقول لكم اللي في اللائحه. رقم 2، الاهلي شارك وبعت اقرار بالمشاركه، بعت وثيقه المشاركه وبعت كل الداتا الخاصه بيه، واستقبل مسؤولين من لجنه الاي اف ال اللي هي افريكان فوتبول ليج. دي لجنه ما بين شركه ايطاليه وما بين مسؤولين في الفيفا ومسؤولين في الكاف، لجنه خاصه لاداره هذا المشروع. دي بطوله لوحدها الفيفا حاطط ايده فيها، في بعض اللجان بتخضع للوائح الافريقيه في القيد والتحكيم وغيره، لكن في لجان كتيره تانية، في اللجان التسويقيه واللجان التنظيميه والحقوق، وكل ده خاضع للاتحاد الدولي، لان انفانتينو مهتم جدا بالبطوله ديت، وقلت لكم انه بيجرب الدوري الافريقي اللي فشل في اوروبا. اذا المساله دوليا مش هزار، يعني انت ما عندكش الطرف بتاع ان انت تنسحب، والا استحمل 3 عقوبات. العقوبه الاولى ان انت هتتحرم من النسخه اللي جايه للبطوله، ودي واضحه، ده على فكره دي اللائحه اللي جت للنادي الاهلي. العقوبه الثانيه عقوبه ماليه تحددها لجنه الانضباط في الاتحاد الافريقي. العقوبه الثالثه وهي دي اصعب، مش عقوبه، هي تعويضات ماليه يتحملها الطرف المنسحب وتقررها الشركه الاي اف ال وفقا لما وقع عليها من خسائر تسويقيه نتيجه البث والرعايه والجوائز وكل ما يلزم من حقوق مباعه. الطرف المنسحب ادى الى خسائر على الشركه فيها، فالشركه ليها الحق في اقرار حجم التعويضات، فهتلاقي ملايين الدولارات عقوباتها. هيقول لك انا يعني المباراه كانت بقد كده والمشوار بقد كده، وجوائز البطوله والحقوق التسويقيه وحقوق الرعايه الاعلانيه وحقوق البث التلفزيوني والقنوات الناقله وحدوته، والخسائر اللي ضاعت على الفريق الاخر. قيم تعويضيه كبيره جدا محدش له طاقه فيها. اذا فكره الانسحاب لبعض الاصدقاء اللي عمالين يلوحوا عليا ليه يعني الغضب من الاتحاد الافريقي او من حكم السوبر ما يوصلناش لكده. وبعدين الاستناد انه الاهلي انسحب في بعد ماتش السوبر بتاع الزمالك بعد جوهانسبرج في 94. يا جماعه ساعتها الظروف غير الظروف، ساعتها الكره في افريقيا كانت ببلاش، ما حدش كان بياخد مليم ابيض ولا احمر من الاتحاد الافريقي او من اي بطوله. وانسحاب الاهلي لما قال ان انا بدفع خسائر كتيره وبتحمل كتير جدا على بطولات بلوشي، خلى الاتحاد الافريقي سريعا يعيد النظر بعد انتهاء العقوبه انه يعمل جوائز لدوري ابطال افريقيا ويعمل نظام جديد للبطوله على اثر انسحاب الاهلي. النهارده دوري الافريقي، الاتحاد الشركه المنظمه للبطوله اللي هي الاي اف ال بتتحمل السفر وبتتحمل الاقامه للفرق المشاركه، وحطت الجدول ووزعت وباعت حقوق. فالانسحاب دلوقتي ما فيش نادي من الانديه الثمانيه المشاركه يملك طرف التفكير في الانسحاب، فجمهورنا لازم يبقى فاهم الجزئيه ديت. والغضب من الاتحاد الافريقي ما يقودكش الى ان انت تحط نفسك تحت طائله عقوبات ما حدش يتحملها وما حدش فكر فيها وما حدش هيعملها، علشان جمهورنا يرجع بالمسانده الكافيه والواعيه والايجابيه حوالين فرقته، لانه ده كلام يعطل كتير للفريق ويخلق مناخ سلبي. لانه انت عندك مشاكل مع التحكيم، طول عمرك كان عندك مشاكل مع التحكيم على فكره، بس انت لازم ترجع تكون اقوى مما يضغط عليك بيه. لازم تكون
قوتك حاضره، شخصيتك موجوده، تتحمل. وده اللي الكابتن صالح كان بيقوله واللي الكابتن خطيب بيأكده على اللعيبه. مش هنرجع نحط في دماغنا كل مباراه التحكيم ضدنا. خلاص يا سيدي، التحكيم ضدك، خليك انت ضده. هات بعد الجون 2 و3 و4، نرجع زي ما كنا. مارسيل كولر الحقيقه في كلامه الغاضب جدا عن الهزيمه كان كلام مع الترانسفير ماركتنج. الراجل اتكلم وحسيت انه بيستدعي شخصيه مانويل جوزيه في ادراكه لطبيعه وشخصيه اللاعب المصري واللاعب الاهلاوي. قال لك يعني بعد سنه اولى قضيتها مع الفريق ادركت انه هناك كثير من اللاعبين لازم تفهمهم الاول علشان تقدر تاخد منهم، ولازم تكون حاد وصارم مع بعض الناس عشان الاخرين ينتجوا، ولازم تحافظ على الثقه اللي مستمره والمساحه الكافيه او اللازمه بين الاطراف. من السوبر في مباراه اتحاد العاصمه سالت عرفت لا مفيش اي عقوبه، في النهايه في لائحه، اللائحه بتطبق. وده اللي على فكره العمل الصارم والواضح جدا في النادي الاهلي. كل لاعب في الفرقه عنده اللائحه، عارف لما يحصل كذا هيحصل كذا. انما في عقوبات استثنائيه فرضت على اللعيبه في مباراه السوبر، بقول لكم ده ما حصلش. لكن من المؤكد انه مجرد الهزيمه تخسر لقب كان هيضاف ليك وهيتحسب لك في مجدك وفي مسيرتك وفي الاجنده بتاعت السنه، بالاضافه الى ما فيها من مكافآت الفوز. ده مؤكد انه في حد ذاته خسائر على اللاعب بالتاكيد. الاهلي هيواصل تدريباته ان شاء الله تعالى الاثنين، وهيسافر على طول الى الاسكندريه للمبيت في برج العرب استعدادا لمباراه المصري مساء الثلاث ان شاء الله تعالى في بطوله الدوري الساعه 7. المباراه مساء الثلاث. فيوتشر خسر اولى مبارياته في عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد.